صورته. يقول أنه يعني البعض بدأ يسأل هذا السؤال: ما معنى أن الله خلق آدم على صورته؟ نعلم جميعا أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه العزيز: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال الله تبارك وتعالى: يد الله فوق أيديهم. وقال: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وقال سبحانه وتعالى: يوم يكشف عن ساق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يكشف ربنا عن ساقه. وقال: إن الدجال أعور وإن ربكم ليس بأعور. وقال: إن الله يحمل السماوات على إصبع والأرض على إصبع. وقال سبحانه، قال صلوات الله وسلامه عليه: كلتا يدي الرحمن يمين. وقال سبحانه وتعالى، وقال صلوات الله وسلامه عليه عن ربه تبارك وتعالى: حجابه النور لو كشفه لأحرقت حجب وجهه ما يشعر إليه بصره. فالقصد أن الله تبارك وتعالى ذكر في كتابه العزيز صفات له جل وعلا، كصفة الوجه وصفة العينين وصفة الساق وصفة القدم وصفة اليد وصفة الأصابع سبحانه وتعالى. وهذا كله من صفات الله تبارك وتعالى نؤمن به ونجزم يقينا، كما قال الله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالقصد أن الله تبارك وتعالى نثبت له ما أثبته لنفسه مع جزمنا بل وقسمنا أن الله تبارك وتعالى لا يشبهه شيء من خلقه جل وعلا، بل إن الله تبارك وتعالى قال في كتابه العزيز: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله تبارك وتعالى خلق آدم وخلقنا نحن كذلك، لنا وجه ولنا عينان ولنا يدان وقدمان وساقان وأصابع، كما أخبر الله تبارك وتعالى عن نفسه. ولكن ليست الأصابع صابعي، كما أن الفيل له يد ولك يد، الفيل له عين ولك عين، الفيل له أذن ولك أذن، والأسد له عين ولك عين، والقط له رجل ولك رجل، ولكن ليس هذه كتلك. فكذلك نقول عن صفات الله تبارك وتعالى نثبتها لله جل وعلا كما أثبتها لنفسه سبحانه وتعالى، ولكن لا نخوض في كيفيتها لأننا لا نعلم كيف هي.